تصاعدت ألسن اللهب في معظم مدن الضفة الغربية في يوم غضب أراد الفلسطينيون فيه إيصال رسالة تفيد باستمرار انتفاضتهم طالما بقي الاحتلال. عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي استخدم الرصاص الحي والمطاطي والكثير من قنابل الغاز المسيل للدموع. مدينة الخليل وبيت لحم وجنين ونابلس كانت مسارح عبر فيها الفلسطينيون عن غضبهم في وجه الاحتلال. أما حصيلة الجرحى فكانت أكثر من 30 إصابة بالرصاص والعشرات اختناقا بالغاز. فحديث السياسة لاستعادة الهدوء في الضفة والقدس انصب على تفاهمات قيل إن وزير الخارجية الأمريكي توصل إليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لقاء عباس كيري المرتقب قد لا يحمل ما يطفئ نار هذه الغضبة طالما ظلت تدور في دوامة التهدئة المفرغة من أي أفق سياسي واضح. تسير أقدام الساسة في السعي وراء استعادة الهدوء على أرض مهتزة، فأسباب غضب هؤلاء الشبان كما يقولون لا تزال ماثلة أمامهم بالقتل والحصار والاستيطان والجدار. فاستعادة الهدوء بالنسبة لهم هو بحث في النتيجة وليس في الأسباب، ما قد يعيد الكرة مرة أخرى إلى مفاوضات عبثية قد تمتد إلى 20 عام قادمة. فراس في سكاي نيوز عربية، رام الله.